حلقة جديدة من فنجان قهوة. موضوعنا النهاردة عن موضوع ومصطلح مهم جدا بقينا بنسمعه في السنوات الأخيرة كتير، وناس كتير بدأت تعرف كلمة أو مصطلح زي توكسيك أو العلاقات السامة، لدرجة إنه أصبح كمان من كتر ما الناس بقت تتكلم عليه، وفي ناس بتتكلم عليه أو بتسمعه وبتردده كمان وهي مش فاهمة بالظبط يعني إيه شخص توكسيك أو شخص سام، لدرجة إنه بقى ترند كمان يمكن، وبنشوف كتير قوي ناس بتتكلم عن الموضوع ده وهم مش عارفين بالظبط إيه ملامح أو سمات الشخص اللي ممكن أسميه أو أحكم عليه انه شخص سام او شخص توكسيك، وايه المشاكل اللي ممكن الواحد يعاني منها مع شخص زي ده. طبعا مشاكل كتير جدا في العلاقات، بيبقى شخص مؤذي، يعني مش هنحكم ان هو بيبقى مؤذي عن قصد، لكن في النهايه بتبقى النتيجه ان هو بيبقى شخص سام لكل اللي حواليه. وفي العلاقات ممكن يكون قاصد يبقى شخص مؤذي، زي الشخصيات اللي عندها اضطرابات في الشخصيه مثلا زي النرجسي او كده او غيره، او السايكوباتي واتكلمنا عليهم كتير. او يكون شخص مش قاصد انه يؤذي اللي حواليه، لكن هو شخصيته فيها مشاكل كتير جدا بتخلي العلاقة علاقة سامة وعلاقة مؤذية نفسيا جدا للمحيطين بيه، خصوصا بقى لما بتبقى علاقة مثلا زوج وزوجة أو حد من الأهل القريبين جدا، اللي هي العلاقات اللي مش هنقدر نسيبها ونمشي أو نقطع العلاقة، مضطرين نتعامل معاهم. عشان كده لازم نفهم الشخص السام ده، أولا أحكم عليه إزاي إن هو شخص سام، وأعرفه إزاي من البداية لو أنا داخلة في علاقة مع شخص زي ده، وأتفادى بقى المشاكل اللي بتحصل لو أنا خلاص بقى زي ما بيقولوا كده رجلي جت وبقيت في العلاقة دي، او حد من الاهل. اتفادى المشاكل اللي بتحصل دي ازاي، وان انا اتاذي نفسيا ازاي. هنفهم كل ده من ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده، دكتوره مروه الشريف، اخصائي نفسي كلينيكي. اهلا بيكي اهلا معانا. بيكي. في البدايه عايزين بقى نشرح الاول المصطلح اللي كنت بقول ان ناس كتير جدا بقت تسمعه، ويمكن بتلاقي ناس كتير دلوقتي بقت بالظبط بتتكلم وتقول لك شخص سام او علاقه توكسيك، وممكن ما يبقوش فاهمين بالظبط هو الشخص السام او التوكسيك ده اللي هو ايه، او سماته ايه، او احكم عليه ازاي. فعايزين نفهم الاول يعني ايه شخص توكسيك. الفكرة فعلا زي ما حضرتك أشرتي إن هو بقى ترندي جدا، وبقى حتى مجال للسخرية، يعني احنا بقينا نقول ايه ده، العلاقة دي اصلا توكسيك، الشخص ده توكسيك، اهلك دول توكسيك. فاحنا عايزين نفهم ده بشكل اوسع. العلاقات الانسانية كده كده موجودة من زمان جدا، من واحنا بنتولد وهي بتتبني معانا، بس بيتشكل منها العلاقات التوكسيك او العلاقات المؤذية او العلاقات السامة، يعني ليها كده 3 مسميات. طيب العلاقات السامة دي هل هي مقتصرة على العلاقات العاطفية فقط؟ عشان دايما بنعمل سبوت على العلاقة العاطفية. صحيح. ده خني فهو توكسيك، ده أذاني فهو توكسيك، فأنا مش هقدر أكمل معاه. لكن ما بنعملش سبوت على الأهل التوكسيك اللي هم ممكن يكونوا بيأذوا من غير وعي، من غير ما يكونوا فعلا شايفين ان هم مؤذيين لاولادهم، تبقى مدمره نفسيا اكتر. بالظبط، لان انت بتشكل اشخاص كتير توكسيك بقى. اولادك كلهم هيطلعوا بالشكل ده. عندك برضو بيئه العمل التوكسيك اللي هي بتأثر بالسلب على الموظفين. فخلينا نقول ان هي شامله حاجات كتير جدا في حياتنا. طيب العلاقات اللي احنا بنتكلم عنها دي، ازاي اكتشف او اقول ان العلاقه دي توكسيك او الشخص ده سام؟ في كذا سمه. طبعا ده بيختلف عن الشخصيه النرجسيه، لان دايما بنعمل سبوت على الشخصيه النرجسيه بان هو حد مؤذي وسام. هو دول اللي بيبقوا قاصدين بقى، هم بيتبعوا طرق بيتبعوا طرق مختلفه، وبيبقى عارف ان هو مؤذي للعلاقه بس مش بيصرح بده. اوكي. وبيبقى الغرور طبعا صفه اساسيه فيه، فهو رافض ان هو حتى يروح يتعالج، فده صعب جدا التعايش معاه. لكن الشخص السام ده هنلاقيه في الشخص اللي هو طول الوقت بيبتزني عاطفيا، بيستغلني. ما هو ممكن يكون بابا او ماما بيستغلوني برضه او بيبتزوني عاطفيا. مش شرط شريك الحياة بس. طيب هنلاقي ايه تاني؟ هنلاقي ان هو شخص طول الوقت بيحسسني بالدونية او بيقلل الثقة بالنفس عندي. دايما النقد بتاعه هدام مش بناء.
طول الوقت بيقلب الترابيزة عليا. يعني مثلا لو احنا في موقف وهو غلط، هو بيتكلم في لغة الحوار نفسها بألعاب معينة، بيتلاعب لدرجة ان هو يقلب على الشخص التاني الترابيزة، فيطلعه ان هو اللي غلطان ويجي يتأسف. اوكي، فهو كده فعلا في الاخر الطرف التاني بيقعد يحط له مبررات كتير جدا. ما هو كان غلطان، بس لا انا برضو استفزيته، انا ما كانش ينفع اعمل كده، ما كانش ينفع ازود الملح في السلطة، ما كانش ينفع انام من غير ما اكلمه او اقول له مثلا ان انا خلاص هنام. طبعا قلب الترابيزه بطريقه واضحه جدا. بس طرف تاني عشان هو وقع بس ضحيه وفريسه الشخص فمش بقى بيبقى شايف هو اللي ده. سهل قوي يقع في ده. اوكي. برضو الشخصيه اللي طول الوقت بتستنزف طاقتي، آه هي مش مركزة على النجاحات ولا بتساعدني في النجاح ده، هي بتستنزف الطاقة بتاعتي لدرجة ان هو اللي بيبتدي يلمع او بيعلى على حسابي انا، وانا بمحور طاقتي كلها وحياتي واهتمامي للشخص ده. بيحاول يبعدني عن العلاقات الاجتماعية خالص، اللي هو اهلك دول وحشين، صاحبتك دي مش كويسة، ما تتعامليش مع الناس دي في الشغل، الناس دي ما بتحبكيش، بتغير منك. فيبدأ يسحبك واحدة واحدة من العلاقات الاجتماعية علشان يبقى هو مصدر الكون بتاعك، لدرجة ان هو بيوصلك لمرحلة انا مش حاسة بالامان معاك، بس خلاص انت مش عارفه اسيبك، انت انت دايرة الحياه. الامان بس مؤذية، بس انا هفضل معاك لان انا مبقاش ليا حاجة بره، مبقاش ليا حد بره خلاص، فمضطرة ان انا افضل معاك. الشخصية دي بتبقى اتراكتيف جدا عن الشخصيات العادية، لان هو بيبقى بيشتغل على فكرة التلاعب والغموض. انا غامض، انا هديكي محفزات بس بالبطيء، هجيبلك ورد النهارده، بكره اعمل لك سربرايز، بس انا مش فاهمه ايه السربرايز اللي ممكن يعملها. بعد شويه هتلاقيني مثلا عندك قدام البيت، طبعا البنات بتحب الحاجات دي. ده بقى اللي بيشتغل على بنت يعني او ولو العكس برضو، هي بتبتدي تعمل له اغراءات في حاجات معينه كغموض برضو. انا بكره هعمل لك حاجات غير مألوفه، وطبعا الشخص ده بيبقى دايما الفريسه، بيبقى حد بيجذبوا التصرفات الغير مألوفة أو الغير عادية. لكن لو في شخص نورمال في حياتها، هتحس بملل، اللي هو صحيح. لا مش مفيش إثارة، مفيش حاجة بتحسسني بهرمون الدوبامين اللي هو مسؤول عن المتعة أو كده، فما بيحصليش إثارة. بيحصل لي إثارة من الحاجات الغريبة، الغامضة، الحاجات الأوفر شوية، فده بيقدر يعملها الشخص التوكسيك. هو بيلعب على ده في البدايات، حتى دايما يقولك البدايات حلوة قوي، بس بعد كده كل حاجة جاية صحيح. داون 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 أو فيها أذى. طبعا بيوصلها لمرحلة ان هي لما بتيجي تتكلم حتى عنه قدام اصحابها او كده، قد ايه هو مفرط في الاهتمام. وهو نفس الكلام لو الشخصية بنت وتوكسيك، هيروح يقول له اصحابه دي مش بتخليني محتاجة حاجة، دي بتهتم بيا جدا، دي حتى بتهتم بيا اكتر من اهلي، دي خايفة عليا، دي بتعليني في الشغل وبتساعدني وبتذاكر معايا وبتعمل ده كله. ونفس الكلام مع البنت، ده بيسهر معايا، ذاكر لي، ده بيجيب لي هدايا كتير جدا في اوقات غير متوقعه، ده بيجي يوصلني لحد الشغل. كل الحاجات دي هو بيتلاعب عليها في الاول لحد ما يوصل لمرحله انت خلاص اتعلقتي استحوذ او عليه. ادمنتي. حتى لما في العياده بنتكلم مع الحالات اللي هم بيحاولوا يتعافوا، بنشبههم بمرحله الادمان. انا بدات ان انا الشخص ده اتراكتيف بالنسبه لي، فانجذبت ليه، بعد كده اتعلقت بيه، فبعد كده خلاص التعلق ده بقى مرضي، لان انا هو الشخص بقى كنترول عليا، بقى محور حياتي. اتعودت ان انا ارفع سماعه التليفون اقول له كل حاجه وكل تفاصيل يومي، بقى هو الشخص الوحيد في حياتي. حتى لو بيأذيني انا هعديله الاذى، بس يكون موجود. على امل مستنيه المرحله اللي بالظبط. هي زي بره بيسموها اللاف بومينج أها. مع الشخص النرجسي، انه يدي مشاعر قوي 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 مهم. وبعدين يمنع خالص. ايوه، تفضل هي الضحيه دي زي ما انت بتقولي قاعده المحفزات بقى. مستنيه الحاجات الحلوه ترجع تاني. بالظبط. دي على امل يعني التغيير. دايره متعبه جدا. صعبة جدا ومنهكة وبتهدر طاقة، لأن بتوصل الضحية إن هو
هو انا غلط ولا انا صح؟ هو انا ضعيف ولا انا قوي؟ هو انا شخصية توكسيك ولا هو الشخصية توكسيك؟ طب هو انا بجذب الاشخاص التوكسيك؟ هو انا مغناطيس لده ولا ايه اللي بيحصل في حياتي؟ طب هو بيوصل مرحلة كمان الإحساس بالذنب، ده أنا غلط على فكرة، أنا حد وحش، أنا حد مش واثق في نفسه، أنا حد كده نكدي، لأنه طول الوقت بيقعد يقول لها أنت نكدية نكدية، أو هي نفس الكلام بتقعد تقول له كده، أنت شخص سلبي في حياتي، أنت، لأن النقد هدام هنا. طب من كلامك يا دكتور ده هياخدني لحته انه اعرف ازاي احكم على الشخص او العلاقه انها توكسيك لو انا مش عارفه الحاجات اللي انت بتقوليها مثلا دلوقتي، انا مش عارفه احكم على الشخص او احط ايدي على حاجه معينه، خصوصا لو شخص قاصد او بيتلاعب او بيستنسف الشخصيه اللي قدامه، فمش عارفه احكم عليه، لكن اقدر احكم الشكل العلاقه. يعني ايه بقى؟ تقولي لنا برضو طريقه حكم تانية من ناحيتي انا كشخصيه وقعت فريسه لحد سام زي ده، احكم على نفسي ازاي ان انا كده في علاقه توكسيك. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل لي اقدر اقول بيها لا انا كده في علاقه مش متوازنه وعلاقه توكسيك جدا او سامه؟ ماشي، خلينا نبص للريد فلاجز، الاشارات الحمراء، اللمبة اللي بتنور واحنا اصلا مش بنركز فيها، لان طول الوقت احنا مركزين في الحاجات الحلوة بس، صحيح. المميزات بس اللي ظاهرة لي، او الاحتياجات النفسية اللي هو بيحققها لي، يعني طول الوقت بتدور على ازاي اسد احتياجاتي النفسية، وهو بيتلاعب على ان انا افهم نقطة الضعف اللي عندها ايه والاحتياج اللي عندها واسده، بلعب عليه. تمام. صحيح. الريد فلاجز دي مهمة جدا، او الاشارات الحمراء مهمة جدا في العلاقة. الحاجات اللي احنا عديناها دي من شوية لو احنا ركزنا عليها واحدة واحدة هنلاقي فعلا ان معظم العلاقات مؤخرا بقت بتعدي بالشكل ده. طيب الشخص ده هيظهر لي بشكل واضح ازاي لو انا مش مستوعب ان هو اللي انا عديت الحاجات دي انا مش شايفاها، انا بس شايفة المميزات. الشخص ده هيبتدي مش هيمشي على نفس المنوال طول الوقت، هو هيجي في النص وهيبتدي يهبط وهيقع مني، هبتدي احس ان انا دخلت في مرحلة الدبريشن، الاكتئاب، او مرحلة من المراحل اللي بنسميها اللي هو trust issues، ازمة الثقة. انا وصلت مرحلة ازمة الثقة في كل الناس حواليا، حتى بدأ الثقة في الشخص ده يحصل فيها خلل، بس هي جاية في العموم من بره، انا خلاص عممت ازمة الثقة على كل الناس اللي حواليا بره، وصلت مرحلة الضلالات، ان انا بقيت اشكك في كل حاجة بتحصل حواليا. لو وصلت للمرحلة بتاعت الاضطرابات النفسية دي، علامة واضحة من الاشارات الحمراء موجودة، يبقى انا العلاقة دي مش هتكمل بسلام، العلاقة دي هتنتهي. في حاجة، في دايما الناس بتقول هو انا مغناطيس للعلاقات التوكسيك، هو انا ليه بيحصل معايا كده؟ ليه طول الوقت الاشخاص بقى سواء ست او راجل اللي بيقعوا طول الوقت في اشخاص كده؟ حتى في بيئة العمل، لو البيئة بتاعة العمل فيها مؤذية شوية هيفضل يقول هو انا بحب الاذى، انا مش فاهم انا ليه مكمل. فخلينا نقول ان الشخصيات دي هي بيكون عندها مشاكل او عقد نفسية. العقد النفسية دي بتكون مثلا ظاهرة في كذا شكل، كذا اتجاه، منها اضطراب شخصية الحدية. اضطراب شخصية الحدية اللي هو البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، ده بيبقى عنده عرض من الأعراض اسمها الخوف من الهجر. فأنا خايف أدخل العلاقة والشخص ده يمشي ويسيبني، لأن أنا اتعودت إن طول الوقت مفيش احتواء ومفيش اهتمام من الناس اللي حواليا، فما صدقت لقيت حد ومسكت فيه. أوكي، فالشخصية دي بتقدم كل التضحيات اللي ممكن تتخيليها علشان الشخص ده يفضل، حتى لو تعرضت لأذى جسدي، حتى لو تعرضت لأذى نفسي، حتى لو الشخص ده مرمطها، سوري يعني اللي هو رايح يلطش جاي يلطش، انا ماسكة فيك بإيدي وسنيني ومش هسيبك برضو. الشخصية دي بتتعب اكتر، الاضطراب بتاعها بينشط اعلى، فالأعراض كلها بتبتدي تظهر عندها. من الشخصيات برضو الشخصية النرجسية هي اللي مؤذية. فلو اتكلمنا عن الضحية، هي فعلا مغناطيس لأشخاص النرجسيين دول، لأن هي النرجسي دايما بيدور على الشخص الضعيف اللي يكنترول عليه. وممكن يبقى شخص متعاطف قوي، من النوع اللي عنده التعاطف عالي قوي، فعشان كده بيبقى برضو سهل قوي يبقى ضحية.
الشخص اللي هو I can fix him، اللي هو انا اقدر ان انا اصلح العلاقة او اصلح الشخص اللي او هو قدامي او محتاجني. اعالجه، او اللي هو دخله في مرحلة انا من غيرك هموت، انا اهلي كلهم سابوني وانت اللي فاضل لي، لو سمحت خليك جنبي. فانا حسيت بالذنب وحسيت بالمسؤولية في نفس الوقت. اللي هو انا خلاص بقيت شخص مسؤول عن ده، ودخل تحدي بقى مع نفسي ان انا لازم اصلح منه وان هو هيتغير. لا ده كل الحاجات هتشتغل بقى معاه ده ساعتها، انتي مسؤول هتبقي عنه، شخصية هحس توكسيك بالذنب لو زيه. سبته والكلام ده. بالظبط، ده من فهو كل النواحي. بيستنزفها عاطفيا وبيشغل الصعبانيات النفسية عليها، فبالتالي هي بتنسحب وراه. اوكي. من الشخصيات دي برضو اللي هي شخصية مش دايما الضعيفة. هو برضو بيتارجت الناس اللمعة الناجحة، لان هو ده بيعمل له إثارة في المتعة، ان انا اقدر اوصل لشخصية ناجحة وقوية زي كده وكنترولها، اعمل يسيطر عليها عليها. كنترول. فده بيسرني اصلا ده وبيعلي هرمون المتعة بيديله عندي. ثقة في نفسه أكتر، إن هو قادر ينجز، يعني بالظبط، قادر يعمل إنجازات زيادة، هو بالظبط، بيشوفها اللي إنجازات، هو كل ما بيوقع ضحايا. عشان الغرور بتاعه يعلى وعشان الثقة بالنفس عنده تعلى. طب نرجع يا دكتور، دول اللي هم قاصدين بقى، دول الشق الناس اللي قاصدين يتلاعبوا باللي حواليهم، وزي الشخصيات النرجسية أو السايكوباتية، واللي قاصد يسيطر على اللي حواليه، فبالتالي بيبقى شخصية مؤذية جدا. في ناس ما بيبقوش مش شرط عندهم الاضطرابات الشخصية دي، أو شخص مثلا قاصد، زي ما قلنا برضو في ناس ما بيبقوش قاصدين يبقوا مؤذيين، يعني ما عندوش هدف معين إنه يسيطر، أو لو أم أو أب مثلا، يعني برضو في الأهل بتبقى كمان مدمرة نفسيا أكتر. جدا. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل اللي يبقى ساعتها اقدر اقول ان انا في علاقه مع اهلي، مامتي او بابايا او اخواتي، سامه متعبه جدا ليا نفسيا، لكن ممكن ما يبقوش هم قاصدين؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تحصل جوه بيت زي ده؟ هو اوريدي الاهل لما بيبقوا مؤذيين بنسبه كبيره جدا ما بيبقوش قاصدين ده. اوكي. بس انا للاسف مثلا اتحطيت في البيئه دي او نشأت في البيئه دي، فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ هل بقى هبعد عن بابا وماما زي ممكن ان انا ابعد عن مستحيل. الشخص السام واعمل قط؟ لا، انا بشتغل معاهم دايما على فكرة القبول، ان انا اكون متقبلة عيوب اهلي كويس جدا، واشتغل انا على نفسي. اشتغل على نفسي ازاي؟ انا هتعاطف معاهم جدا، هقدم لهم كل الاحترام، كل حاجة. مفيش، اصل هما مش هيتغيروا حتى لو اتكلمت صحيح. معاهم من هنا للسنة الجاية، مش هيقدروا يتغيروا. حتى لو قلت لهم انا حياتي كلها بتخرب بسببكم، مفيش اي تغيير هيحصل. هم اتعودوا على الشكل ده، هيستمروا على الشكل ده. بس انا اللي هو ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي ممكن الاهل مسؤوليتي. يعملوها قبل ما اشوف انا بقى اعالج ده ازاي؟ لانه مستحيل الاشخاص اوكي. دي هتتغير. ليه الاهل ايه بيبقوا ممكن مؤذيين؟ ايه الحاجات اللي ممكن الاهل يبقوا بيعملوها اولا تبقى سامه؟ طول الوقت في خلافات قدام الاولاد. بابا بيضرب ماما عادي، فانا اتعودت ان الضرب ده شيء عادي جدا في البيت. فانا لما حتى هكبر مش هبقى اتأذيت بس من بابا او ماما ومن الصور الذهنيه اللي انا شفتها، ده انا هاخد الصوره الذهنيه دي معايا، لان هي اترسخت في العقل الباطن، وهنقلها للصوره اللي انا حابه تكون في حياتي. ان ده عادي لو هو مد ايده عليا، او لو هي مثلا صحيح. اعتدت. ما في ستات بتضرب رجاله عادي وبتأذيهم الاثنين جسديا. موجودين طبعا. فانا اتعودت على الشكل ده، فانا اتحولت يا شخص توكسيك يا شخص بجذب الناس التوكسيك. تمام. فكرة برضو ان انا مشغول بالاحتياجات الاسرية النفسية اللي ما بين الازواج، ان انا محتاجة كذا من زوجي، وهو كمان يقول لي انا محتاج كذا. بس سوري، يعني اللي هو الاولاد دول ولا ليهم اي لازمه. انا ما بركزش مع احتياجاتهم. مش عايش في بيئه صحيه نفسيا، مش بحضن اولادي او بحسسهم باهتمام او رعايه كامله، مش بديلهم الحنان اللازم.
فده بيخليهم ده كل ده يدوروا طول يعتبر الوقت بره. حاجات توكسيك للولاد. طبعا. التربيه عامل مهم جدا، لان هي في الاخر يا بتطلع لي شخص توكسيك يا بتطلع لي شخص مغناطيس للناس التوكسيك. صحيح. تمام. الاهانه والضرب، ثانيا ان انا بسدد احتياجاتي فوق احتياجات اولادي، ان انا مش ما بشبعش احتياجاتهم النفسيه زي الاحضان والحنان والاهتمام، ان انا طول الوقت بزعق وبضرب اولادي نقد كتير. وبضرب اولادي، فانا اتعودت اصلا على الاذى من وانا طفل، فلما هكبر عادي ان الشخص قدامي يأذيني وانا مش حاسس ان هو توكسيك. ده انا محيت كرامته اصلا. انا شايفه ان هو اللي بيحصل ده عادي جدا، مش مؤثر عليا، بالعكس لان انا اتعودت على الاذى. في ناس بتقلبها، يعني بتتقلب معاها الشكل ان انا اتعودت على الاذى، فانا ممكن اروح اذي بقى، ادخل علاقه عشان اذي، فهو يا بيطلع كده يا بيطلع كده. فانا دايما بعمل اثبات على التربيه، اهم حاجه هي المسؤوله ان هي تطلع لي يا شخص سوي نفسيا، يا شخص عنده مشاكل نفسيه، ومنها الاشخاص التوكسيك والاشخاص النرجسيين. طيب بيئه العمل برضو مهمه جدا. ايه الحاجات الصعبه اللي بنقابلها في بيئه العمل؟ ان انا ما اكونش متقدر معنويا ولا متقدر ماديا، ان انا بعمل ساعات عمل كتير مش مقابل المادي بتاعها مش متساوي، او راضيني على الاقل، بقوا استغل يعني. عدم الرضا دايما والاستغلال، وطول الوقت شايف ان العلاقات اللي حواليا توكسيك بالنسبه لي، ان هما بيأذوني او بيتكلموا عليا او بتأثر نفسيا لو انا مش قادره اعمل حدود. طب لو مع الاهل او في الشغل المفروض ان انا اتعامل ازاي وانا بالظبط، مضطر؟ لان قدامي اقل من دقيقتين، فمهم قوي نتعامل ازاي. اوكي. ان انا مضطر، يبقى انا لازم اعمل حدود نفسيه لنفسي وحدود جسديه. مهم جدا، بس عشان نقول ازاي اوصل لمرحله التعافي عشان الدقيقتين، لازم عشان اعدي مرحله التعافي لازم اعدي بالتخطي في العلاقه، لازم اعمل قط للعلاقه، لازم اطلع من الدايره السلبيه اللي انا وقعت فيها. لو انا هقدر اكمل بس الشخص قدامي قادر ان هو يتغير ويتعالج، اوكي، لكن مش هيتعالج وانا فعلا بقع في المنحدر لتحت، يبقى انا اطلع من الدائره السلبيه دي، اطلع من كل الدوائر اللي ممكن يكون ليها علاقه او صله بالشخص ده، لان انا كده مش هبقى مرتبط بيه عن قرب، انا هبقى مرتبط بيه عن بعد كمان. ان انا مركزش في حياته، ان انا ما اقعدش ادور في السوشيال ميديا عنه او اسال اصحابه، يعني اعمل كات وابقى مقدر قيمتي ومشاعري وازاي اعرف انبسط. ما عرفتش اعدي مرحله التعافي، لازم اروح لسايكولوجيست يساعدني، لازم يكون حواليا دايره سبورت بتساعدني ان انا اخرج واتعامل الحياه من جديد، لازم ان انا اعمل حدود نفسيه لنفسي. للاسف وقت انتهى طبعا على الحته المهمه، بس زي ما بتقولي اهم حاجه احنا دايما بننصح الناس في حلقاتنا يعني انه يلجأوا لحد متخصص، لانه صعب قوي، في علاقات صعبه قوي ان احنا نغيرها زي ما في ناس بتفضل اصلا واقفه في مكانها سنين عشان صحيح. مرحله التعافي ما طلعوش منها للاسف. فالاسلم الجأ لحد يساعدني وزي ما قالت الدكتور في تيبس كده ان احنا نبعد عن العلاقات دي او نحط حدود لو كانوا اهل مثلا مش قادرين نبعد عنهم. انا بشكرك جدا دكتوره مروه الشريف، اخصائي نفسي كلينيكي، شكرا لك يا دكتور. لا. وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء اخر، حلقه جديده، موضوع جديد من فنجان قهوة.